ايه ده؟ في ايه؟ متصورة فين كده يا نانسي؟ تعالوا هقول لكم انا متصورة فين. كملوا الفيديو للاخر وهتعرفوا كل حاجة. انها بنها يا سادة، وكورنيش بنها. حرام عليكي خضتينا. انها بنها. خلاص سامحوني يا جماعة، معلش، كل واحد عنده انتماء لبلده ومدينته. تعالوا اما نتدبر في جمال خلق الله وابداع خلق الله النهاردة، ونشوف قد ايه بنها جميلة. يا أهل مصر اللي لسه ما جيتوش بنها، يا أهل الوطن العربي اللي لسه ما جيتوش مصر، شوفوا بنها فيها حاجات جميلة ازاي. أهل بنها ممكن يكونوا كل يوم رايحين جايين من على الكورنيش، ولكن تعالوا بقى اما افرجكوا واعمل سبوت على بعض أجمل المناطق في بنها. ده كورنيش بنها عند الإشارة قدام محافظة القليوبية، بنقول كمان عند قصر الثقافة أما نبقى عايزين نوصف لحد المكان. الكوبري اللي ورايا هناك ده اسمه كوبري كفر الجزار. الشمس طالعة وصوت العصافير، أجواء قبل صلاة الجمعة دلوقتي. شايفين النيل وجمال الأشجار وجمال المباني؟ الله، شايفين؟ يلا بقى تعالوا عشان نفطر فطار كده جميل مصري، فول مصر العظيم. طعمية اللي مفيش زيها إلا في مصر وبس، وكمان مسقعة. الله، وقطمة بابا غنوج كده وبألف هنا. يلا بقى علشان نكمل بقى. لا في أشجار تانية وحاجات تانية ومناظر تانية في الكورنيش. العربية السوزوكي دي هي وسيلة المواصلات عندنا في بنها. تعالوا بقى موريكم في بنها جامع ناصر. شايفين ده جامع ناصر يوم الجمعة، والطقوس في يوم الجمعة، وقراية سورة الكهف عشان ربنا ينور كده أيامنا ما بين الجمعتين. بصور نفسي ما انا اطول اصور القمر. الست الطيبة دي افتكرت ان انا بصورها، وطبعا بما ان الكلمة الطيبة صدقة، بدل ما ندخل في جدال ملوش اي لازمة، اتكسفت وقالت والله انت عسل. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف عنها الغمة. وبعد صلاة الجمعة تعالوا اما اوريكوا الشجرة العظيمة دي. ايه ده؟ انا مش باينة خالص تحت الشجرة ولا جنب الشجرة، انتوا شايفيني من بعيد هناك اهو. الشجرة دي شجرة جميز موجودة في حديقة جامع ناصر. شايفين قد ايه هي عظيمة وكبيرة جدا. بيقولوا ان سبب تسمية بنها هي الشجرة دي، علشان بيت الجميز باللغة المصرية القديمة بير نهى، وما جمعوا الكلمتين على بعض بقت مع مرور الوقت بنها. والله أعلم بقى كمان الشجرة دي بقالها كام سنة، لكن اللي أعرفه عن شجرة الجميز إن هي بتعيش لأكتر من 400 سنة. سبحان الله. ودي بقيت حديقة جامع ناصر ببنها. وهنا بعض شوارع كورنيش النيل في بنها. الجو بقى بعد صلاة الجمعة كان جميل، فكان لازم ان انا اقف شوية كده على الكورنيش استمتع بجمال الهواء اللي ظاهر جدا في الفيديو. اسيبكم دلوقتي في امان الله، مع الف سلامة في فيديوهات جديدة.